لسه برضه يعني عشان الناس الحماسه بقى وحماس واسرائيل وبتاع. يعني انا لسه مثلا من يومين بدور عليها لقيتها. اكتب كده قصه التزام محمد عبد المقصود. اه محمد عبد المقصود ده بقى من ضمن انا على فكره شفته شخصيا يعني. بس محمد عبد المقصود ده من الفرقه بقى اللي هي ايه، هربوا من وجه الطاغيه السيسي اللي هو الامام المتغلب وبتاع، ايه راحوا بقى متلقح في قطر وبتاع وده. فاللي هو بقى ايه قصه التزامه. كان ايه بقى في الاول؟ محمد عبد المقصود اساسا محمد عبد المقصود اساسا خريج زراعه، وكان بيشتغل في معهد البحوث الزراعيه، ومعاه ماجستير في البايوكيمستري. يا ده راجل. اللي يعني ايه. اه لسه استنى. فبقى كان بيحضر ايه الماجستير، وبعدين دخل في الدكتوراه بقى. فالمشرف على رساله الدكتوراه يعني ايه ساله او كده، قال له يعني لا لاحظ ان في عدم اهتمام بالدين او كده. فسال المشرف على الدكتوراه بتاعته، قال له انت هو رايك ابليس مسلم ولا كافر؟ فغالبا الراجل قال لي يعني انت فاهم سؤال اهبل قوي عندنا هم يعني ايه الخرا اللي انت بتقوله ده، او يعني ايه اهميه الموضوع مصر ولا ابن دين كلب يعني وات ذا فاك يعني انا مالي ملقب. فاداله اجابه ما ارضتهوش يعني ما اه حبهاش. قال لي تقريبا ما اعرفش او انا مش مهتم، حاجه بهذا المعنى يعني. فبقى اني بقول لك بقيت اجيب ناس انا اعرفها عشوائيا، يعني اختار ناس عينه عشوائيه من الناس اللي انا اعرفها واسالهم نفس السؤال اللي هو ابليس مسلم ولا كافر، او مصير ابليس في فلقيت اجابات يعني مشوشه وناس مش عارفه وبتاع وناس مش مهتمه. فقررت ترك اي علاقه بالعلوم وبتاع والدكتوراه والكلام الفاضي ده، وقرر وتفرغت يدرس لده. ابليس. اه ايه؟ وقرر يدرس ابليس. لا تفرغ بقى لدراسه علم الشرع بقى. اه قعد 6 سنين يعني خلاص فض ايده من معهد البحوث الزراعيه دوت والدكتوراه والماجستير، وقعد 6 سنين يدرس في العلوم الشرعيه. وبعدها بقى انطلق بقى قال لك بقى ده كانوا بيقولوا على محمد عبد المقصود ده ايه افقه رجل في مصر وبتاع وحاجات كده يعني. اه فده يعني ده يعني تخيل شخص في موقع مثلا مفترض. وحتى قال لك مش عارف رساله الماجستير بتاعتي قال لك كانوا بيستخدموا مبيد في كفر الشيخ مش عارف ايه، وبدات تظهر اعراض جانبيه على الناس والحيوانات فبدات ده كان موضوع يعني موضوع مهم يعني ممكن فعلا تعمل فيه بحث تشوف ايه اللي بيحصل تتنال على دين امك تطلع باي نتيجه، رغم ان ده مستبعد يعني. بس ماشي يعني انت بتتكلم في موضوع فعلا مهم وشغل حقيقي يعني. لا ده كل ده كلام فاضي مش مهم، الناس تموت في كفر الشيخ يروحوا في 60 ده يتسمموا. اهم حاجه ان احنا نعرف مصير ابليس في العالم الاخر وهل هو مسلم ولا كده. فتفكير ده شخص يعني هل دي ممكن تعمل اي انجاز علمي او حضاري؟ الناس يقول لك ولان بعدين عن الاسلام هو اللي تسبب لك في